ازيكم؟ انا ميرو، وده اليوم رقم 3 في سلسلة يوميات خيط بعد ما اتعلمنا ازاي نمسك الابرة وازاي نلف الخيط على ايدينا وازاي كمان تعلمنا نعمل عقدة البداية. النهاردة هنشتغل ونعرف مع بعض ازاي نعمل السلسلة بتاعتنا، غرزة السلسلة. ودي تاني غرزة من الغرز بتاعت شغل الكروشيه. كل اللي هتعمليه هي سهلة، كل حاجة في الشغل بتاعنا او في الفيديوهات بتاعتنا محتاجة ان هي تتكرر بس عشان ايدك تاخد عليها. مجرد ما تشتغلي وكل ما ايدك تاخد على غرزة هتلاقيها بتطلع بشكل احلى واظبط. انا هنا زي ما اشتغلت زي ما عملت عقدة البداية ولفة الخيط ومسكة الإبرة، هاجي همسك الإبرة بتاعتي كده والمثلث بتاعنا بتاع كل مرة اهو. هنيجي هنا وندخل من جوه، برضو كل حاجة هتدخل من جوه المثلث. نسحب الخيط بتاعنا ونطلع من الحلقة اللي على الإبرة. كمان مرة هندخل جوه المثلث ده اهو، وناخد الخيط من جوه كده على الإبرة ونطلع بيه ونلف الإبرة بتاعتنا عشان الخيط ما يفلتش وعشان نعرف ناخده ونطلع بيه لبره. وبكده ابقى عملت غرزة السلسلة بتاعتي. استنوني في الريل رقم 4 علشان نتعلم حاجة جديدة من اساسيات الكروشيه. وما تنسيش الشير واللايك والكومنت والكمان سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد وعلشان انت تستفادي واي حد عايز يتعلم كروشيه هو كمان يستفاد. دايما فاكرة لما يكون فيها خيط يكون فيها ميرو كروشيه.